السلام عليكم. أنا الدكتور مصطفى فرحانة، ودي معلومة أكيد مهمة لصحتك. في سؤال بيقول: لما بكون صاحي من النوم وأقف فجأة بحس بدوخة أو دوران، وأوقات بحس إن عيني مزغللة، وبحتاج شوية وقت على ما برجع أقوم. هل ده طبيعي ولا لأ؟ في الحقيقة السؤال ده جميل جدا ومهم جدا، لأنه بيحصل لكتير جدا من الناس، وناس كتيرة جدا بتتجاهل اللي بيحصل ده، مع إنه ممكن يكون علامة خطيرة لحاجة بتحصل جوه الجسم. الموضوع ده طبيا أو علميا معروف باسم البوستشرال هايبوتنشن، أو انخفاض ضغط الدم الانتصابي. الموضوع متعلق بتغيير وضعية الجسم. يعني انت لما بتكون نايم او حتى تكون قاعد لفترة طويلة وتقف فجأة، كده انت غيرت وضعية جسمك من النوم او القعاد للوقوف مرة واحدة. فاللي بيحصل ان الجاذبية الجميلة بتاعتنا بتشد الدم تنزله في الرجلين، فالدم اللي رايح للمخ بيقل، فتبدأ ان انت تشعر بالاعراض زي الدوخة والدوران والزغللة وغيرها. ولكن طول ما انت شخص طبيعي، الجسم بتاعك بياخد باله من ده ويعالجه في لحظات معدودة. الدم بينزل في الرجل، لا ضيق لي الاوعيه الدمويه اللي موجوده في الرجل، فكده هنقلل كميه الدم اللي هتنزل في الرجل. كمان شغال لي القلب ده اسرع شويه، فبنزود كميه الدم المضخوخه واللي بتوصل لحد المخ. فالجسم بتاعك بيحل المشكله في خلال لحظات. فطول ما انت شخص طبيعي ما بتحسش باي حاجه، ممكن تقوم من النوم عادي وتنط من على السرير وتعيش يومك مفيش اي مشكله. لكن لو انت عندك اي مشكله من المشاكل المعينه اللي هنقولها، فانت الدم اللي بيوصل لمخك بيقل، والجسم بياخد وقت على ما بيصلح الموضوع. فانت في الفتره دي بتحس بالدوخه، بتحس بالهبوط، بتحس بالزغلله اللي في العين، بتحس بالدوران، اي عرض من الاعراض دي. طب ايه اللي يعمل كده في الجسم ويخليه يتاخر في انه يصلح الموضوع؟ اول حاجه، لو كميه الدم في الجسم قليله. لو حد خارج من عمليه جراحيه او بعد حادثه فقد فيها كميه كبيره من الدم، فالدم في الجسم بيكون كميته قليله، وبالتالي التعويض بيكون ابطأ. تاني حاجه، القلب نفسه فيه مشكله في العمل بتاعه، مش قادر يضخ الدم او يضخ الدم بكميه قليله. لو في مشكله في الجهاز العصبي، ما هو كل الجسم بتاعنا بياخد الاوامر بتاعته بتاعه التصليح والتظبيط من الجهاز العصبي. فلو في مشكله في الجهاز العصبي يبقى في مشكله في الاصلاح وهيتاخر. قد يكون الموضوع ده اثر جانبي لبعض الادويه. في ادويه معينه لما احنا بناخدها بتبدا ان هي تعمل لنا اعراض جانبيه زي دي بالظبط. في كل الاحوال، اول ما يظهر عليك حاجه زي دي لازم فورا تتواصل مع الطبيب وتعمل كشف ونشوف ايه هو السبب، ونبدا ان احنا نحدده وكمان نعالجه. يا رب دايما تكونوا بخير وبس كده. دكتور بيست، دكتورك المفضل. سلام.